فوز المغرب على جزر القمر في كأس العرب. المنتخب المغربي جاهز بكل قوة للفوز بلقب كأس العرب، وأصبح المنتخب المغربي المرشح الأقوى للفوز بلقب كأس إفريقيا 2025. في المغرب هناك مدارس تكوينية، مدرسة عريقة وعريقة جدا. تقريبا الكثير من اللاعبين في المنتخب المغرب تدرج في مختلف الفئات السنية. اللاعبون يعرفون بعضهم بعضا، على الأقل نواة المنتخب تعرف بعضها البعض، مثل ما هو الحال بالنسبة للمنتخب المغرب. تدرجوا في مختلف الفئات السنية للمنتخب المغرب، منهم حتى من لعب في المنتخب المغرب الأول. لذلك الفارق سيكون واضحا في المستوى التقني والمستوى التكتيكي، خصوصا المستوى التكتيكي. لا يمكن أن تطالب لاعب في الدوري الجزائري بالصرامة التكتيكية لأنه لم يتعلم معنى الصرامة التكتيكية. ألف مبروك فوز المنتخب المغربي على جزر القمر ب3-1 نتيجة وأداء. سيرتو الأداء في الشوط الأول، الأداء كان قوي وقوي جدا وأعطى رسالات، وإن شاء الله ما يكون غير خير في قادم المقابلات. صراحة السكيتيوي صدمتنا احنا كاملين والصحافة القطرية، لأنه قال لهم تأخرنا في البيت ساعة وخمس دقائق. يعني عيب تنظيم في قطر بحال هكا ويكون تأخر ديال ساعة وخمس دقائق على المقابلة، ودخلنا روطار في التحضيرات. يعني حشومة، وقال لهم ما قلتش حتى اللعابة، ما هضرتش حتى مع اللعابة ما قبل الشوط الأول. يعني يتأخر ساعة وخمس دقائق باش يوصل للملعب. هذه من جهه ثانيه الحمد لله فوز ب3-1 نتيجه انه اداء نسيتو في الشوط الاول. صحافه زيكو ردوا عليكم، المغرب راه متفرجوا على العالم. راه قلت بثلاثه، بغيت نقول ما تنقولش. انا حطيت لكم هنايا راه شوف 3 ايام ولا 4 ايام، هذا البارح واليوم، من البارح الليل وانا نشوفها غادي اليوم ما نقولش المغرب، ما نقول اصلا من بكري من كاس العالم 2022 وصحافه زيكو مقروسين. هذه من جهه. من جهه ثانيه المنتخب المغربي في الشوط الاول ادى اداء قوي 3-0، يعني نتيجه واداء في الشوط الاول، 2 كورنيات 2 اهداف. هدف ثالث المساوي البركاوي سجل الهدف الثالث، وهو اللي كان رجل المقابله اليوم. انا حطيت لكم هنا البركاوي كان رجل المقابله. يعني الشوط الاول كان شوط مثالي، شوط كبير ونتيجه كبيره. الشوط الثاني دخلوا باقتصاد، لانه اصلا تجي متاخر للتدريب ساعه وخمس دقائق، راه عيب. هذا الشيء خصهم يهضروا عليه. راه طريق سكيتيوي راه قالها صراح بها. يعني عيب باش توصل روطار وغادي تحضر اللعابه ديالو كيفاش دير، وتبليسال المهاجم، قالك تبليسال المهاجم يمكن هذاك الهنوري يمكن تبليسال مشكله. والله تلاقى مع مسكين مع مشاكل. الهنوري كان اساسي وغير التشكيله، والتشكيله تحطت روطار في الجامعه القرن العشرين. يعني قال لك قطر تنظم وعندها تنظيم. هذه راه ما كان لها تنظيم لا والو. قطر مسكينه غير تشنع ملاعب عندها عالميين، ولكن في شي حوايج اخرين راه كانوا يحشموا منها ويستروهم. بحال هذه درك انت ساعه وخمس دقائق وانت قاعد في البيت، ماشي عيب. مقابله جرات في اجواء رائعه، التشكيله كانت متوازنه. السكيتيوي جاوه اللعابه متاخرين، يعني الله يحسن لهم. كل واحد فوقاش وصل، واحد وصل البارح، واحد وصل لك اليوم، واحد وصل لك. يعني مشكله مسكين. اول مقابله ديالو شفناها صارت له في الشهر في اخر لحظه عيط لعابه جداد ومشى بهم للشهر. وكان بدا في المقابله الاولى بحال هذه المقابله وراني نتذكرها، بداها بصعوبات وكان ربح. ومقابله الزوجه كان دار تعثر مع مالي هو ب1-0، ولكن موراها انطلق. يعني هنا طارق سكيتيوي ديما تصرى له هكذا. بحال المقابله الاولى هذه سي فري كاين شي لعابه يشدوا الكره بزاف. مثلا انا مزحزوح لاعب كبير ولكن يشد الكره بزاف. مثلا الدفاع باش ما كانش خاصو يلعب في هذاك البوست. نهضروا لا لوجيك، الدفاع ماشي باش. قال لي انه هذا كاس العرب ماشي دوره الشهر. الميليو تيران خاص شي واحد اللي يعاون حريمات باش يطلق له شويه المجال. هادو كاع هادو غادي يتعدلوا مع الوقت، يتعدلوا ان شاء الله. وطريق سيتوي يعرف يجاري. المقابله الاولى هذه، الثانيه ان شاء الله باذن الله، والثالثه غادي تشوفوا منتخب قوي مع السعوديه. حتى الدوزيام ماتش هذا غادي تشوفوه، لانه هنا راه مع تجمعوا. وليد القرتي على الداخل بزاف. ها هو مشى المهاجم، نشوفوا واش غادي يرومبلاسي، واش يقعد هو بن شرقي عاود هو مبليسي. نتسناو واش بن شرقي غادي يكون واجد المقابله الثالثه ولا ما يكونش، يعني على حساب الاخر. مي عنده مجموعه كبيره ومجموعه قويه ان شاء الله باذن الله، ويتحسن ويصيب لها الحل كما صرات له في الشان. تخيلوا المليوي بدا بالمقابله الثالثه. المليوي نهار دخلوا في المقابله الثالثه شده رسميه دا هداف، وخساره المليوي ما كانش في هذا الدور كاس العرب. المليوي واخا راه رجع ولعب المقابله التاليه، ولكن خساره ما كانش. لو كان المليوي كنت تشوف واحد المهاجم يعني من طراز عالي، يعني كان يقدر من نصف الفرصه يسجلها لك. نتمنوا له ان شاء الله الشفاء العاجل ويرجع.